السلام عليكم. في الفيديو بتاع النهاردة هنعرف ازاي نشوي اكبر كمية من البطاطا بدون فرن بدون سلق وتطلع معاكي مستوية وحلوة جدا وبدون ما تاخد معاكي وقت كبير. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف الطريقة بتاعت النهاردة. واول حاجة بتجيبي كمية البطاطا اللي انت عايزة تشويها وتنزلي عليها شوية من المية، بترش عليها مية كده وبتسيبيها من 5 دقايق ل10 دقايق. وبعد مرور 5 دقايق كده هغسل البطاطا. بقى هنغسلها ازاي؟ هجيب الليفه اللي احنا بنغسل بيها المواعين وهفتح الحنفيه وهمسك بطاطايه كده ونغسل تحت الميه كده، نغسل البطاطا. هتبص تلاقي الليفه هتخلي معاكي البطاطا نظيفه جدا جدا جدا، مش هتخلي فيها اي بقايا للطينه او الترابه، واي زوايد فيها واي حاجه مش كويسه بتشيلها، وبتفضل معاكي البطاطا نظيفه جدا. وبعد ما بنغسلها بنمسك الراس بتاعتها من فوق، بنقطع الحته اللي فوق والحته اللي تحت، وكده تلاقي البطاطايه معاكي نظيفه وجميله جدا. هغسل كل كميه البطاطا بنفس الشكل ده، ودي طريقه ممتازه جدا لغسيل البطاطا. وده شكل البطاطا بعد ما غسلناها، فرق كبير جدا قبل الغسيل وبعد الغسيل. دلوقتي بقى كده هنجيب حله كبيره ونرص فيها البطاطا مباشره كده. طبعا الحلة ما بتدهنش اي حاجة. وبعد ما رصينا البطاطا هننزل عليها بنص كوباية من المية. طبعا لو انت عندك كمية اكبر من كده من البطاطا بترصيها فوقها. وبعد كده هنزل بمعلقتين كبار من السكر، والسكر هنا هيحافظ على طعم البطاطا، بالاضافة لان هيخلي البطاطا تطلع معاكي مكرملة. وبعد كده بنعلي النار، هتلاقي شوية المية اللي احنا حطيناهم في ارضية الحلة دول غليوا، تقومي مهدية النار ومغطية الحلة وتسيبيها لمدة ساعة إلا ربع. وفي خلال الساعة إلا ربع ما تفتحيش عليها. بعد ما يعدي ساعة إلا ربع هتفتحي، هتلاقي البطاطا استوت والسكر كارمل معانا، وهتاكلي أحلى بطاطا. طب نفترض ان انت فتحتي بعد ساعة إلا ربع وطلعت البطاطا عندك لسه ما استوتش، هتعملي ايه؟ هتغطي عليها وتسيبيها كمان ربع ساعة. دلوقتي البطاطا استوت والسكر كرمل معانا، شايفة خلى البطاطا عاملة ازاي؟ مكرملة وجميلة جدا. هنطلع واحدة كده ونشوف قلبها مع بعض. بص بقى، هنيجي نفتحها كده هتلاقيها ما شاء الله زبدة كده سايحة. ويا ريت يا حبايبي البطاطا ما تكونش نسيتنا ننزل نحط اللايك. يعني الطريقة اللي احنا شوينا بيها دي طريقة ممتازة جدا، طالعة معاكي لا هي محروقة ولا هي شاربة مية، يعني بصراحة جميلة. نعتبر احنا كده شويناها على البخار. هاتي اي حجم من البطاطا وشويها بالطريقة دي، طريقة سهلة وسريعة وهتشجعك على انك تعملي بطاطا كل يوم. انا بقالي فترة كبيرة جدا ما بعملش البطاطا غير بالطريقة دي. كنت الاول بحمل هم ان انا اجيبها واولع الفرن واقعد اشويها، دلوقتي اول ما بجيبها بشويها في ساعتها. ما شاء الله فعلا وفرت عليا وقت جامد جدا، وبتطلع معاكي نظيفة كده بقى وبتلمع ومكرملة. يعني انت حتى لو مش حابة تقشريها هتاكليها بحالها كده، فهي برضو طعمها جميل جدا. ويا رب تكونوا استمتعتوا بالفيديو بتاع النهاردة، واترككم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.